أهلا بكم معنا. اليوم راح نغطي مباراة الترجي التونسي وفلامينغو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025. النتيجة للأسف كانت خسارة للترجي 0-2. المباراة كانت في فيلادلفيا يوم 17 يونيو ضمن المجموعة الرابعة. راح نحاول نفهم إيش اللي صار بالضبط والعوامل اللي أدت للنتيجة هذه، طبعاً بناء على المعلومات المتوفرة. طيب، خلينا نبدأ بتفاصيل الشوط الأول. فلامينغو دخلوا المباراة بقوة، سيطرة واضحة يعني من الدقائق الأولى، وهذا الضغط جاب نتيجة، هدف مبكر بالدقيقة 17 عن طريق دي أرسكايتا. يبدو الهدف جاء بعد خطأ دفاعي كلف الترجي كتير. الفريق التونسي كان يواجه صعوبة واضحة في إنه يطلع بالكورة وينظم اللعب، وشفنا كمان محمد بن علي أخذ كرت أصفر بدري شوي. أيوة، النقطة اللي تلفت النظر هنا هي كيف فلامينغو قدر يفرض إيقاعه بسرعة. السيطرة على منطقة الوسط هي ما كانت مجرد استحواذ بس، لا، كانت منصة يبنوا منها هجماتهم ويخنقوا لعب الترجي من البداية. والأخطاء الفردية يعني في مستوى زي هذا صعب جدا إنها تمر. الخصم يكون مركز ومستني أي غلطة زي ما صار في لقطة الهدف الأول. صحيح صحيح. ولما بدأ الشوط الثاني الوضع ما تغير كتير صراحة. فلامينغو استمروا ضاغطين، والترجي كان يحاول بس بدون خطورة حقيقية على المرمى. وفي الدقيقة 70 لويس أراوخو سجل الهدف الثاني للفلامينغو. هنا المهمة صارت أصعب بكتير على الترجي. المدرب عمل تغييرات، بس المحاولات الهجومية يعني كانت تفتقد للانسجام، للفعالية المطلوبة عشان تخترق دفاع منظم زي دفاع فلامينغو. وهنا لازم نذكر نقطة التنظيم الدفاعي عند فلامينغو. الموضوع ما كانش بس صمود، لأ، كان نظام دفاعي متكامل، يقفلوا المساحات، يضغطوا على لاعب الترجي اللي معاه الكرة في الوقت الصح، قدروا يعزلوا المهاجمين تماما. بصراحة ما شفناش فرص حقيقية للترجي تقريبا طول المباراة. الأرقام اللي عندنا تأكد الكلام هذا. الاستحواذ كان 70% لفلامينغو مقابل 30% بس للترجي. والأهم من الاستحواذ هو النتيجة العملية. فلامينغو سددوا 7 مرات، 2 منهم أهداف. بينما الترجي تسديدة واحدة فقط طول 90 دقيقة وكانت برا المرمى. تمام. الأرقام هذه وبالذات فرق التسديدات تعطيك صورة واضحة. استحواذ فلامينغو ما كان سلبي، ما كان بس تدوير كورة، كان استحواذ هدفه يوصل للمرمى ويخلق خطورة. وفي المقابل تسديدة وحيدة للترجي وبرا المرمى. هذه ما تعكس بس ضعف في الإنهاء، لا، تعكس صعوبة أصلا في بناء الهجمة والوصول لمكان يسمح بالتسديد. يعني في مشكلة أعمق في الربط بين الخطوط، يمكن في الابتكار الهجومي. المعلومات اللي وصلتنا تشير كمان لعوامل تانية أثرت، مثلا صعوبة التأقلم مع توقيت المباراة المبكر. كانت الساعة 1 الظهر بتوقيت فيلادلفيا، مع أن الفريق وصل أمريكا بدري. هل هذا ممكن يكون له تأثير كبير لهالدرجة؟ أكيد، أكيد ممكن. تغيير الساعة البيولوجية بهالشكل، خصوصاً مع سفر طويل، ممكن جداً يأثر على الأداء البدني والذهني للاعبين، حتى لو حاولوا يتأقلموا قبلها. ممكن يأثر على التركيز، على سرعة رد الفعل، على التحمل. فلامينغو جايين من البرازيل، يمكن فرق التوقيت ما كان مؤثر عليهم بنفس الدرجة. هذا عامل ما لازم نستهين فيه أبداً في البطولات المجمعة هذه. طيب، وعامل تاني انذكر كمان هو فرق الخبرة والتجربة الدولية بين اللاعبين. فلامينجو عندهم لاعبين بخبرات عالمية كبيرة، بينما الترجي صحيح كان معاه جمهور كبير، بس بدأ كأن الفريق يفتقد لهذا النوع من الانسجام والخبرة في المواجهات الكبيرة على المستوى العالمي. مظبوط، وهذه نقطة جوهرية. الخبرة هنا مش بس مهارة فردية، لا، هي القدرة على إدارة المباراة، كيف تاخذ القرارات الصح تحت الضغط، كيف تحافظ على هدوءك التكتيكي حتى لو كنت متأخر بالنتيجة. يمكن هذا شفناه في طريقة تعامل فلامينغو مع المباراة بثقة أكبر، بينما الترجي يمكن كان في شوية تسرع أو افتقاد للحلول الهجومية لما تسكرت الطرق التقليدية قدامهم. وأخيراً النقطة التكتيكية، المصادر بتقول إن الترجي اعتمد على التحفظ الدفاعي ومحاولة اللعب على المرتدات، وهذا الأسلوب يعني منجحش قدام تنظيم فلامينجو وقدرتهم يتحكموا في رتم اللعب ويفرضوا سيطرتهم بالوسط. صحيح، الاعتماد على المرتدات محتاج دقة وسرعة عالية جدا عشان تنجح، ومحتاج كمان إنه الخصم يكون مندفع ويترك مساحات وراه. فلامينغو كانوا حذرين ومنظمين حتى وهم بيهاجموا،
فهذا قلل من خطورة مرتدات الترجي اللي كانت محتاجة مساحة أكبر. وبالمقابل سيطرة فلامينغو على الكرة حرمت الترجي من الأساس من السلاح اللي كانوا بيعتمدوا عليه. إذن بعد كل هالكلام والتحليل، كيف الصورة النهائية؟ نتيجة 2-0 تخلي فلامينغو يبدأ بداية قوية بالمجموعة، والترجي صار مطالب أنه يحقق نتائج إيجابية وأكيد أداء مختلف في المباريات الجاية عشان يحافظ على حظوظه في التأهل. وهذا يوصلنا لنقطة أعمق شوي تتعدى نتيجة المباراة نفسها. المواجهة هذه تورينا بوضوح التحدي الكبير اللي يواجه الأندية حتى الكبيرة في قارتها لما تنتقل للمنافسة عالمياً. الفجوة مش بس في الإمكانيات الفردية أو الميزانيات، لا، هي بشكل كبير في القدرة على تطبيق تكتيك جماعي عالي المستوى تحت ضغط كبير، والقدرة على التكيف بسرعة مع مدارس كروية مختلفة وظروف لعب غير معتادة. السؤال مش بس هل الفريق كويس، لا، السؤال الأهم، هل هو جاهز لهذا النوع من التحدي الفريد؟